حياتنا فيها حكايات كتير. حكاية بتخلص على طول وننساها، وحكاية بتخلص بس بتسيب فينا علامة وأثر كبير، وحكاية نحس إننا دخلناها غلط، وحكاية تانية على عكس كل الحكايات بتبدأ بس ما بتنتهيش. حكاية بدأت صدفة، حد سمع قال يجرب، ما كانش يعرف إن التجربة دي هتبقى هي الحكاية اللي هيفضل دايما يحكيها. ما كانش يعرف إنه هيكون بطل في الحكاية، عاشها واكتشف حاجات عمره ما كان هيكتشفها غير بس لو كان دخلها. اكتشف في نفسه حاجات ما تخيلش أبدا إنه يقدر يعملها، وفوق كل ده اكتشف أهم اكتشاف. اكتشف إن العيلة مش هم أهله بس اللي في البيت، وإن ممكن صدفة تخليك تكسب عيلة كبيرة تلاقي نفسك دايما على طبيعتك وسطهم، يجمعكم ذكريات مش ممكن تنسوها. دعوة حلوة من أسرة ليكم، مين فينا هيخلص التعبئة أسرع؟ وجبة طلعت حلوة بعد ما كلنا تعبنا فيها، ضحكة من القلب وسط ناس مش بيجمعك بيهم إلا حب الخير، يبقوا سند ليك وكل ما تحتاجهم تلاقيهم واقفين في ظهرك. في الفرح تلاقيهم، وفي الحزن دايما موجودين وأقرب ليك من ناس كتير. صحبة صالحة مكملين معاك المشوار كله، طريق بداية الدنيا وآخره صحبة للجنة. لو تهت عنه هيشدوك ويرجعوك تاني، تحس بالأمان على نفسك وسطهم. حكايات كتير، ملخصها عيلة معارض مدينة نصر.